أنا بحب الحاجات دي وبحب العلاقة والكلام ده كله. فالموضوع كان صعب عليا جدا. حاولت في مرة من المرات إني أنا أحاول ألمح وأفتح معاه الموضوع ده، ولكن لقيته اتعصب كده واتنرفز جامد. والصراحة ساعتها أنا ما كنتش بحكي ليه عن نفسي، أنا كنت بحكي ليه بقوله إن في واحدة صاحبتي إن جوزها توفى فهي عايزة تتجوز. بس هو أكيد فاهم لأن دي حركة قديمة قوي بتحصل كتير قوي في المسلسلات وفي الأفلام. فلقيت رد فعله كان غريب جدا، وساعتها قال لي لا دي مش محترمة ومش عارف ايه، واللي تعمل كده تبقى مش كويسة، والكلام بقى الكتير الوحش اللي هو قاله في الوقت ده. فأكيد أنا ما كانش عندي الجرأة ولا عندي حتى من الذكاء ما يكفي علشان أحاول إن أنا أقنعه، أو علشان أخليه يغير فكرته عن الجواز. والمفروض إن ده من حقي، لأن زي ما قلتلكم برضو أنا ست زي أي ست، ومحتاجة أحس إن في راجل في حياتي. حاولت أكتر من مرة إني أنا أشيل الموضوع ده من دماغي خالص، وبالفعل بدأت أنساه جدا. وبدأت إني أنا في الوقت الفاضي بتاعي كنت بشغله بالنت، وبقى ليا أصدقاء على النت، وبعمل صفحات وكده، وكنت بتكلم مع ناس. وجيت في مرة كده اتعرفت على شخص كان معجب بيا، وكان في فترة تعارف بينا ما كانتش كبيرة قوي، ولكن خلاني أنجذب من طريقته. هو كان عنده 40 سنة وأنا 45 سنة، فحسيت إن السن مناسب جدا. هو كان أرمل نفس ظروفي بالظبط، طبعا كان عنده ولدين والاتنين متجوزين. فحسيت إن هو بصراحة فرصة حلوة قوي، وابتديت إني أنا أتكلم معاه. بس برجع وأفتكر كلام ابني وإن هو مش هيوافق على حاجة زي كده. فكنت ساعات ببقى متأقلة الموضوع وبقعد أتكلم مع الشخص ده لحد لما أخدنا على بعض جدا، وابتدينا نسهر مع بعض على التليفون ونتكلم وكده. وهو بصراحة عرف يعلقني بيه بسرعة جدا بالكلام الحلو، وكان دايما يقعد يمدح في جمالي وإني أنا مش باين عليا السن خالص. طبعا بدأنا نبعت صور لبعض، ولحد دلوقتي كانت علاقتنا كويسة جدا وهزار مش أكتر من كده. ولكن مع مرور الوقت علاقتنا ابتدت تتطور، وابتدى إن هو ياخد رقم تليفوني بعد ما كنا بنتكلم على الشات والكلام ده كله. وكنت بكلمه في الوقت اللي ابني مش موجود فيه في البيت، وكنا بنسهر مع بعض في الأوضة. وطبعا الكلام مرة واحدة ابتدى يتطور، هو ابتدى يجرجرني بمعنى أصح، أو إن أنا كنت متأقلة الموضوع ده، لأني زي ما قلتلكم أنا بحب الحاجات دي جدا. وابتدى يتكلم معايا في كلام جريء، وأنا كمان كنت بتكلم معاه في نفس الكلام. ولكن برضو لحد هنا كنا مجرد كلام وبس، وكنا إحنا بنبقى مبسوطين وإحنا بنتكلم. ولكن أول لما بسمع باب الشقة بيتفتح كنت بقفل كل حاجة، علشان طبعا ابني ما ياخدش باله ولا يحس بأي حاجة.